هذا الفيديو اللي شفتو دابا هو فيديو حقيقي ديال اصطدام طائرتان في امريكا او الولايات المتحده الامريكيه. الطائره الاولى اللي هي طائره مدنيه اللي كانت كتقيل 64 راكب، 60 راكب وأربعة من الطاقم ديال الطائرة ولا الطاقم العمل ديال الطائرة. والطائرة الأخرى فهي طائرة حربية عسكرية اللي كانت كتحوم تما باش دير واحد التداريب عسكريه ديالها، وتصطدموا هاد جوج ديال الطائرتين في مطار اللي كانت باغا تهبط فيه داك الطائره المدنيه. ففي هذا الفيديو غادي نعرفوا الاسباب الحقيقيه والاسباب الظاهريه والباطنيه ديال هذا الحادث، والاسباب اللي سوقات لهم امريكا وشنو بصح ديال اصطدام هاد الطائرتين ولا لا. ولكن بعد واحد الانترو قصير ونتلاقاو ان شاء الله ونبداو نفصلوا في هذه الحادثه اللي رعبات العالم هذه واحد اليومين. رجعنا لكم بواحد الانترو قصير ونبداو الفيديو ديالنا. كما قلنا في البدايه ديال الفيديو، اليوم غادي ندويو على واحد الحادث اللي طرا هاد اليومين، اصطدام طائرتان، وحده حربيه ووحده طائره مدنيه اللي يعني كتقيل الركاب العاديين، واللي كانت من العيار الكبير اللي كانت كتقيل في الماكسيموم ديالها من 72 راكب حتى ل 85 راكب، ولكن كانوا راكبين فيها فقط 62 راكب وأربعة من طاقم العمل اللي هما البيلوت وجوج مساعدين اللي كيكونوا اما كيسربيو الناس في الطائره ولا اما كيكونوا كيساعدوا الناس الا بغاو شي حاجه وسط الطائره. فهاد الحادثه وقعت هذه واحد اليومين في الليل في امريكا او الولايات المتحده الامريكيه. انا نبداو نفصلوا دابا كيفاش طرات هاد الحادثه من البدايه حتى الاخر. على الساعه 12 يعني منتصف الليل كانت واحد الطائره مدنيه جايه من واحد النقطه لواحد النقطه باش انها تهبط فيها، وقايله معها 62 من الركاب واربعه من طاقم العمل. فكانت جايه هذيك الطائره في الليل، وكانت الاجواء اللي يعني هي اجواء عاديه، ما كيناش اجواء يعني اما مناخيه قاسيه بحال الشتاء ولا الرعد ولا الاعاصير، فكانت اجواء اللي يعني عاديه. فالبيلوت ديال داك الطياره والمساعد ديالو تواصلوا مع الطاقم اللي كيكون في المطار، او كما كنقولوا الطاقم اللي كيكون في البرج ديال المراقبه ديال المطار، باش انهم يهبطوا في ذاك المطار على الساعه 12 وربع، يعني ربع ساعه قبل ما يوصلوا. بداو كيتشاوروا مع ذاك الطاقم باش يشوفوا كيفاش فهذه كتكون اجواء تكتيكيه عاديه، باش كتشوف واش انك مؤهل انك تهبط، واش كاينين شي طائرات اخرين في ذاك المدرج اللي غتهبط فيه، ولا شي طائرات غادي يطلعوا من ذاك المدرج باش ما يوقعوش اصطدامات. فهذا هو اللي كان القرار، ولا كان داكشي اللي كيدعوا ولا اللي كانوا كيفكروا فيه هذا الطاقم ديال اللي كان سايق هاد الطياره، ولكن وقع العكس ديالو. تواصلوا مع الطاقم ديال داك المدرج وقال لهم بامكانكم انكم تهبطوا. فالطائره بدات غدا وجايه جهه المدرج. غادي نمشيو دابا للناحيه الاخرى اللي هي الطائره العسكريه اللي اصطدمت بالطائره المدنيه اللي كانت كتقير الركاب. فهاد الطائره العسكريه مولفه كدير بحال واحد الدورات عسكريه تاهيليه ولا ميدانيه تاهيليه اللي كتاهل فيها داك الطاقم اللي كيكون سايقين داك الطائره على انهم يديروا واحد التدريب. نفس الشيء الطاقم ديال داك الطائره اولا البيلوت المساعد ديالو تواصلوا مع داك القمر ديال القياده ديال باش يهبطوا في داك المدرج. قالوا لهم واش بامكاننا اننا نهبطوا نديروا واحد التمارين تكتيكيه كيفاش اننا نصعدوا من المدرج ونمشيو دغيا. فكانت واحد التمارين عسكريه اللي كيديروها يعني عاديه، فكانت يعني ما فيهاش اطلاق النار ولا شي حاجه، فكانت فقط تمارين ميدانيه تكتيكيه للتكتيك ديال الطائره كيفاش انها تطلع دغيا من المدرج وتمشي صوب فين انها غادي تحارب ولا مع من غادي تحارب في الجو. تواصلوا معاهم وقالوا لهم بامكانكم حتى نتوما تهبطوا على الساعه 12 و14 دقيقه، يعني بفرق دقيقه مع هذيك الطائره الاخرى المدنيه. فحتى لهنا الاجواء عاديه. غادي نمشيو للجهه الاخرى اللي جايه فيها الطائره المدنيه، وقربت انها تهبط المدرج بوعد واحد دقيقتين على المدرج، فكيبانوا ليها الضواو ديال المدرج لتحت وهي جايه لصوب داك المدرج. فداك الطائره الاخرى قررت انها تطلع، هي الطائره العسكريه قررت انها تطلع وتبدا ديك التمارين ديالها، يعني بقات واحد دقيقه جوج دقائق كما اتفقوا معاها قبل من وربع خصها تطلع باش تهبط الطائره الاخرى. فمنين طلعت داك الطائره العسكريه والطائره الاخرى جايه، فكان واحد بعض شويه ديال الضباب، فما شافوش بعضياتهم، بقاو غاديين كيقربوا لبعضياتهم. العجيب في الامر ان الطاقم يعني ما شافش بعضياتهم ولا ما دركش الخطر ديال هذا الشيء حتى اصطدموا مع بعضياتهم ووقعت الكارثه. فغادي نخلي لكم بعض الصور هنا في الشاشه. فكما كتشوفوا ان الطائرتان تفرقعوا، يعني ما بقى فيهم حتى فتات، يعني تفرقعوا وطاحوا في واحد النهر تما، واحد النهر مشهور، طاحوا في ذاك الطائرتان وهبطوا في ذاك الواد، ويعني ما بقاش لهم الاثر حتى جاء
الطاقم ديال الانقاذ، ولا يقدروا يجبدوا الطائرتان، ولا يقدروا يجبدوا فقط الصندوق الاسود. يعني الطائرتان راه تحطموا، جبدوا الصندوق الاسود ديال الطائره العسكريه والصندوق الاسود ديال الطائره المدنيه. الصندوق الاسود اللي ما كيعرفوش هو واحد الصندوق اللي كيسجل الصوت ديال الطائره من بعد ما كيوقعوا الحوادث، كيشدوا داك الصندوق كيسمعوا ليه. هو واحد الصندوق اللي كيكون مضاد للاصطدامات ومضاد للانفجار، باش كيعرفوا السبب الرئيسي، واش كان شي سبب، واش كانوا كيدويو لي بيلوت على الصوت ولا على شي حاجه وقعات اللي كانت كتادي لذاك الصدام. كيعرفوه فقط بداك الصندوق الاسود. فهزوا داك الصندوق الاسود جبدوه. ودابا غادي ندوي لكم على الغريب في هذه القصه كامله، واللي خلاتني ندير لكم هذا الفيديو، هي انهم ما لقاو لا لي بيلوت ديال الطائره العسكريه، لا لي بيلوت ديال الطائره المدنيه، ولا 62 راكب. فاختفى كل شيء، اختفى كل شيء. فبقاو الفرق ديال الانقاذ ديك الليله كامله وما كيحاولوا يجبدوهم حتى لغد ليه. وخرج الناطق الرسمي بحال نقولوا وزير الطيران في الدول عندنا حنايا العربيه، يعني خرج ذاك الوزير ونطق وقال لهم اننا ما قدرناش نجبدوهم. فسولوا الصحافه على السبب علاش ما قدروش يجبدوا هاد الناس، فهما راه فقط اصطدموا طاحوا، راه ضروري غتلقاو جثه. حتى الا كانوا تحللوا ولا كانوا تحترقوا راه غتلقاو بعض الفتات ديال داك الجثات ولا بعض الدي ان اي ديالهم تما. فانتوما عندكم خبره كبيره، فراه حنا امريكا ما بامكاننا حنا نجبدوا يعني نجبدوهم في واحد الدقائق اللي يعني بسيطه. فقال لهم هاد الوزير ان السبب هو اننا ما لقيناهمش، هو ان كيظن مع راسو ان حيت داك الواد كيكون في بحال هذا الفصل، في هذا الوقيته من الفصل ديال الشتاء كيكون تحت الصفر، يعني الدرجات ديالو كتكون تحت الصفر. فبداك الاصطدام ديال داك الطائرتين غادي يكونوا الجثث تشعلات فيهم العافيه وهبطوا في داك النهر. فبداك البروده وداك السخونه اللي تلاقاو، فبداو كيتحللوا داك الجثث، ويقدروا داك الجثث يكونوا اختفاو في واحد الظرف اللي هو وجيز، وفي واحد الظرف اللي هو يعني صغير. فالصحافه بداو كيحكروا، فما جاهمش هذا السبب منطقي، وتا انا شخصيا ما جانيش هذا السبب منطقي، وبزاف الناس ما جاهمش هذا السبب منطقي. فبقاو كيستشروا معاه، وقرر داك الوزير انه يوقف داك نشل الجثث كما كنقولوا ليه، او البحث على نشل الجثث ديال داك الركاب. فوقف البحث عليهم، وقال الرئيس ديال داك البعثه ولا داك الفرقه ديال الانقاذ انهم ما قدروش يجبدوهم، حيت الواد كان كيتميز بواحد البروده اللي يعني كبيره بزاف درجه تحت الصفر، فما قدروش انهم يجبدوهم، وكيكونوا غير كيعرضوا نفسهم للخطر. والناس اللي معاهم اللي كيجبدوا من فرق الانقاذ فما يقدروش يجبدوا اصلا داك الركاب. وحتى الا كان شي واحد باقي فيهم يعني عايش، غادي يكون مات هذه ساعات طويله، يعني ما يمكنش يبقى في داك البروده ديال داك الواد، وعاد زائد الاصطدام. فغتكون معجزه الا بقى شي واحد. فوقفوا البحث ديالهم الميداني على داك الجثث. وكانت هذه هي القصه، او القصه الموهمه اللي قدروا انهم يوهموا للناس. كما كيقولوا بزاف ديال الناس كيقولوا انهم فقط وهموهم بهذه القصه. فالقصه الحقيقيه كيقولوا بعض الناس خرجوا بزاف ديال النظريات، كيقولوا ان امريكا تقدر تكون هي اللي دارت هذا الفعل، او لا هي اللي انها دارت هذا الفعل العسكري، او لا بزاف ديال الناس كيقولوا ان يقدروا يكون شي بيلوت من هذه البيلوتات ما كانش مؤهل وركب وساهم في هذا الاصطدام. وكاين اللي كيوجه الاسهم ديال الاتهام للطاقم ديال البرج ديال المراقبه، حيت هما اللي خلاهم انهم يطلقوا داك الطائرتان في نفس الوقت بفارق دقيقه ما كافياش باش ان تطلع واحد الطائره حربيه ثقيله من الوزن الثقيل، وتهبط واحد الطائره ما تقل منها مدنيه في نفس الوقت، وحده تطلع وحده تهبط. فراه كاين واحد النسبه ديال الخطر ديال 70 حتى 60% ديال انهم يقدروا يتصادموا. وقعات الكارثه بداك 60 ولا 70 ديال المية ديال داك النسبه المئويه اللي يقدروا فيهم انهم يصطدموا. فاصطدموا وبداو كيوجهوا الاسهم ديال الانتقاد، لا الصحافه لا الشعب لا يعني البوليس، ولا يعني كل شيء بدا كيوجه، ولا المسؤولين بداو كيوجهوا يعني الاسهم الاتهام ديالهم لذاك القمر ديال القياده. ولقاو فيش انهم يعطوا التهمه ديالهم على ذاك الطاقم ديال يعني ذاك القياده. فحيت ما لقاوش واحد السبب منطقي اللي يخلي داك جوج ديال الطائرات انهم يصطدموا بداك الشكل وبداك الطريقه وفي ذاك الوقت. وقالوا ان يعني الفارق الميداني ولا الفارق التكتيكي ما بين ان تطلع طائره وتهبط طائره على الاقل خصو يكون من بين 7 دقائق حتى 8 دقائق، باش يقدر يكون واحد الوقت كافي باش انها تطلع وتهبط طائره اخرى. فهذا اقل وقت ما بين الطائرتين، فعلاش الاخرين خلاو داك الوقت الضئيل ما بين هاد جوج الطائرتين. وقدروا انهم يلوحوا التهمه على دوك الناس. ما عرفناش واش بصح هما اللي كانوا غالطين ولا لا.
فكان هذا هو الفيديو ديالنا. ممكن تقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير وتشاركوني الاراء ديالكم، راه كنقرا الكومونتيرات كاملين. وشكرا لكم على 27 الف مشترك، وكنشكركم بزاف، وكنتمنى اننا نزيدوا نطوروا من هذا الكونتوني، وان شاء الله راه غادي يرجع لكم فيديوهات واحد اخرين كثار. غير كاينين بعض الاسباب اللي كيخلوني انني نتعطل عليكم، ولكن كنوعدكم انني ان شاء الله غادي نرجع لكم بكونتوني زوين. كان هذا هو ادم، تهلاو.